أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. ضرب عبد المطلب مثلا رائعا لتحديد الخصوصية والمسؤولية في التاريخ عندما قال تلك العبارة في وجه إبرهة الذي كان يريد الاعتداء على البيت الحرام وعلى مكة، ولكن الله بقدرته تصدى له. لماذا يتحدث الناس بلسان الجموع؟ لماذا لا يتحدث كل من الناس عن حالته الخاصة فقط؟ هل عايشت كل الحالات؟ هل دخلت كل البيوت؟ لماذا نثير الرعب والذعر والفتن والمخاوف من المجاعة والمجاعات؟ لماذا نريد زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي والأمن النفسي لدى المصريين بالتحدث بلسان الجموع؟ يقول الأفراد أننا جائعون، أنه ستحدث مجاعة، وعند سؤال الفرد نفسه هل أنت جائع؟ هل أنت تريد مساعدة؟ يقول لا، ليس أنا، ولكن هناك آخرون. نريد منك أن نعرف أين هم الآخرون الجائعون كما تقول لكي نستطيع أن نصل لهم ونساعدهم. يقول لا أعرف. مشكلتنا يا جماعة إن إحنا بنتكلم بلسان العامة. صحيح في غلاء، وصحيح في أزمة اقتصادية، لكن مش لدرجة إن مصر هتجوع، لكن مش لدرجة إن في حد بيبات جعان. لو في حد جعان وبيبات جعان وانتوا عارفينه ابعتوا لنا الأرقام بتاعته، ومحدش له دعوة اللي هيوصل له ازاي، مش مني ولا من الحكومة. أي حد عنده حالة إنسانية زي ما بتقولوا الناس جعانة، الناس بتاكل من الزبالة، لا، الحمد لله الخير موجود ليوم الدين. الحمد لله مصر بخير، في أزمة بس مفيش جوع، في غلاء بس الناس ما بتموتش من الجوع زي ما انتوا بتقولوا. كل الحكاية ان احنا حجم مدخراتنا قل، كل الحكاية ان في تعثر شوية، البنوك بتتعثر، كل الدول بتتعثر، كل الدول بتحط خطة للتقشف. احنا مش بنقول ان مفيش أزمة ولا ننكر الأزمة، ولكن اللي بنقوله لا للترويع، لا لتخويف الناس، لا لزرع الذعر من الخوف من المجاعة. عمر ما في مجاعة هتحصل. ربنا سبحانه وتعالى هو قادر يحمي مصر. مصر لها رب يحميها، مصر لها رب يحميها، والفقير له رب يحميه. انت مين اداك توكيل تتكلم بلسان الناس؟ انت عشت حياة الناس؟ انت شفت ظروف الناس؟ اغلب الناس غير صادقين في احاديثهم، اغلب العويل والتهويل من الاغنياء وليس من الفقراء. الفقير يرضى بحاله ويتعفف ويخشى قول انا جائع. انتم من تتحدثون عما لا تعلمون. مين اداكم توكيل التحدث بصيغة الجموع؟ تحدثوا عن الحالات الفردية التي تخصكم، تحدثوا عن حالكم، ولا تتحدثوا عن الجميع لعدم إثارة الذعر والرعب والتخويف.